حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن وجماعة الإيمان، إلى جانب جنازة الشيخ حسن أفندي زعيم أكبر الجماعات الإسلامية شعبية وتأثيرا في تركيا. وشارك أردوغان في صلاة الجنازة التي أقيمت في جامع الفاتح بمدينة اسطنبول التركية، فيما قال محمد نجل الشيخ الزنداني أن جثمان والده سيتم مراة الصلاة عليه في مقبرة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري بجوار مسجده. وتوفى الشيخ الزنداني مؤسس جماعة الإيمان يوم أمس الاثنين في أحد مستشفيات تركيا، حيث غادر اليمن منذ الانقلاب الحوثي في 2014. واكتظ جامع السلطان محمد الفاتح بمدينة اسطنبول التركية مساء اليوم بالآلاف من العلماء والدعاة وطلاب العلم والجالية العربية لأداء صلاة الجنازة وتوديع الشيخ عبد المجيد الزنداني وجميع جماعة إسماعيل آغا والمشيخة العثمانية حسن جليتش والمعروف بالشيخ حسن أفندي، والذي وفاهم الأجل يوم أمس الاثنين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.